مرحبا بكم. كلكم شفتوا الفيديو تاع هذاك السوري اللي هدد في الجزائر، رانا جايينكم يا طبون ونحرر الشعب الجزائري وبلا بلا بلا بلا. شوفوا معايا الفيديو. جايينك، ترانا جايينك يا طبون. رح نعمل سفارتكم في سوريا. نعم، آخر الأنظمة الدكتاتورية نظام الجزائر الذي دعم بشار الأسد على مدار 14 سنة. بنقول له طبون جايينك، ترانا جايينك يا طبون. رح نعمل سفارتكم في سوريا مرحيض عامة، ورح ندفع مصاري لكل واحد بده يشخر سفارتكم. نعم، ويسقط كل كرغولي متعاير. نعم، سقط النظام. امبارح كنا نحكي حكي ناعم، اليوم سقط النظام خلاص. تورطهم بسوريا ودعمهم للنظام السوري الجزائر ومصر بالسلاح والقذائف موجودة عندنا. نعم، طالب. نعم. وفرحان قوي كما يقول هذا الإمام. جاي يهددنا وجايينك يا طبون. اصبر ما نعم، جايينك الجزائريين العقر دارك في ألمانيا. المهم احنا قول وفعل، ما نهضروش ياسر بصح ننفذوا. المهم هذا النكره راه خرج في فيديو جديد يعتذر ويتوسل للجزائريين كي لحقوا السطر، كي نقولوا بالدارجه تاعنا ولا يحلل. شوفوا معايا الفيديو. يا جماعة، أنا منير الطويل اللي فيديوهاتي عبت الإعلام الجزائري وعبت الإعلام الفرنسي، وأنا عم بحكي وبقول من فرحي بتحرير سوريا وانتصار الشعب السوري. لما كتبوا الشعب السوري يسقط الأسد، فقلت إني جايين نحرر الجزائر. يعني أنا من فرحي قلت إنه جايين نحرر الجزائر. من فرحوا برك مسكين، قال جايين نحرروا الجزائر، انتوما برك تزيدوا عليها. كملوا كملوا، درك يبدا يتيري. أنا بصراحة ما كنت بقصد أي إساءة للشعب الجزائري، بس أنا حديث في أوروبا موجود، يعني في أوروبا حديث بسبب الكم الهائل من الجزائريين اللي شفتهم في أوروبا وبفرنسا تحديدا. أنا يعني اعتقدت أنه الجزائر ما زالت تحت الاحتلال الفرنسي، أو الجزائريين بيروحوا برجعوا كتير يعني على فرنسا بدون أوراق بدون كذا. يعني أنا 15 مليون جزائري بفرنسا، اعتقدت أنه ما زال الاحتلال الفرنسي موجود في الجزائر. يعتقد ما زال الاحتلال الفرنسي للجزائر، أي هذا بنادم راه يحرج بنا وقيل. وانه الجزائر تحتاج الى تحرير. فالشعب الجزائري حبيب قلبي، لا تزعلوا مني، ما بيهون علي زعلكم ابدا ابدا. ما بيهون علي حبايبي، ما بيهون علي زعل الشعب الجزائري، او يمكن فهموني خطأ للطاولة. يعني انا عم بحكي عربي، ومثلا فرق اللغة، فرق اللهجة كذا، فلا تزعلوا مني، ما بيهون علي زعلكم حبايب قلبي الشعب الجزائري. فيفا الجيري حبايبي. الخوف وما يفعل. المهم هذا النكرة اعتذر. وش رايكم خاوتي؟ اعتذار مقبول ولا لا؟ شاركونا بالتعليق، خلونا رايكم على الفيديو. اخر شيء تمسكوا بجيشكم وبلادكم. الكل سقط كأوراق الشجر. قاتل الجزائر بإذن الله لن تركع ولن تسقط. الحامي الوحيد للجزائر بعد الله سبحانه وتعالى هو الشعب والجيش. إلى اللقاء مع فيديو غادي.